الناس او بعض الناس بقت تاخد حقها بايديها، او بقت تتصرف هي بدل ما اولي الامر والدوله او القانون او الداخليه او كذا تتصرف. في واقعه حصلت مش عارف اذا كانت امبارح ولا النهارده، بس منتشره يعني على مواقع التواصل كتير. والحقيقه لو سالتوني جوايا رايك ايه في الواقعه دي وفي تصرف الناس، لقيت نفسي مش عارف ما بين اقول لهم برافو عليكم ولا اقول لهم لا عيب عليكم، مش دوركم وانتوا كده تجاوزتوا. في شارع جامعه الدول العربيه اللي موجود في منطقه المهندسين في محافظه الجيزه، واحد من اشهر شوارع العاصمه او اشهر شوارع مصر كمان، وفي حاجات كتير حلوه زي ما انتوا عارفين يعني. الشارع ده كان ماشي فيه واحد، مش واحد، كان ماشي فيه راجل مش راجل، ماشي فيه حد كده شكله شمال، وشكله اللي هو احنا طبعا ما حدش يقدر يجزم بالحكايه دي، ما حدش يقدر ياكد الحكايه دي غير لما نكشف، لكن يبدو من شكله ومن لبسه ومن مشيته انه مثلي، لا اعوذ بالله مش مثلي، انه شاذ يعني، او انه من المثليين. كويس. فحصل ايه؟ حصل ان تلم مجموعه في الشارع عليه من الشباب ومن الناس اللي ماشيه، اللي اشمئزوا واتضايقوا من منظره ومن مظهره ومن مشيته. فابتدى الموضوع كلمه في كلمه في كلمه في كلمه، فوصل ان هم حاولوا يعتدوا عليه لدرجه ان هو حاول انه زي ما انتم شايفين كده، هو طبعا اللي بظهره ده اللي هو شعره طويل، مطول شعره ولابس تيشيرت كت وكان مشيته يقولون انه كان ماشي يتقصع وبتاع زي البنات في الشارع. فحاول حتى يركب تاكسي وبتاع، فمسكوه حاولوا يحتكوا بيه ومش عارف ايه، لحد ما جه 2 3 في الاخر خدوه في عربيه كده وهربوه من ايديهم. والواقعه دي والصور دي منتشره على الفيسبوك وتويتر والمواقع التواصل جدا، وعامله حاله جدل. الجزء الاكبر من الشباب ومن الناس على الفيسبوك وتويتر مش بيدافعوا عن الشاب، بس بيقولوا انه مش من حق حد انه يعتدي على حد، ومش من حق حد انه يمد ايده على حد او ينفذ القانون بايديه. ورغم ان الشباب، لان هم مصريين في النهايه من مجتمعنا الشرقي المصري، قايلين ان احنا مش بندافع عن الشذوذ ومش بندافع عن المثليين، لكن مش من حق حد انه يهين حد ولا يعتدي عليه، وكل واحد حر في اللي هو يعمله طالما ما بيضرش. وانا معاهم جدا في ده، انا معاهم جدا لحد هنا، انه مش من حق حد انه يهين حد، مش من حق حد ان هو ينفذ القانون بنفسه، لان هتبقى ساعتها غابه في دوله هي اللي بتنفذ القانون، ومش من حق حد انه يجبر حد على سلوك معين. ده حتى في الدين ما حدش يقدر يجبر حد على دين او لا اكراه في الدين. فانا متفق تماما، ومستغلط بعض الناس اللي تجاوزوا في حق الكائن يعني. لكن ايه اللي نتعلمه من الواقعه؟ انه الناس خلاص ما بقتش قادره تصبر، ما بقتش قادره تستحمل وتشوف البذاءات دي كتير. هي دي القراءه اللي احنا نقراها من الواقعه. انا هنا مش بدافع عن الناس وبدافع عن الشاب ولا ليه علاقه بيهم، ربنا يهدي الولد وربنا يصبر الناس. لكن دي اشاره مهمه بتوع المجتمع بقى والعلوم الاجتماعيه والدراسات الاجتماعيه والحكومه تقرا الكلام ده، لان ده في رايي قنابل موقوته قد تنفجر في وجه المجتمع في اي لحظه. ان الناس وصلت لمرحله ما بقتش مستحمله تشوف الغلط شائع فائع فاقع كده في الحياه ويسكتوا. فالناس وصلت لمرحله انها ابتدت تاخد حقها بايديها او تمنع الغلط بايديها، وده مؤشر في منتهى الخطوره. معناها كلنا هنبتدي نعاقب بعضنا بنفسنا، ونبتدي نصحح عيوبنا بنفسنا، وده غلط كبير. الواقعه دي جرس انذار ان المجتمع ما بقاش سوي، ما بقاش متصالح مع نفسه، ما بقاش هادي. المجتمع على صفيح ساخن، ينسيبه يولع، ينبرد هذا الصفيح الساخن باجراءات وانضباط واخلاق وقانون.